احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام، وعرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة ان هم يجيبوا له قبضة من الارض عشان يخلق بها سيدنا آدم عليه السلام. وقلنا كمان ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة ان هو اول ما ينفخ في سيدنا آدم الروح ان هم كلهم يسجدوا له. فلما ربنا سبحانه وتعالى نفخ الروح في سيدنا ادم كل الملائكه سجدوا، كل الملائكه سجدوا لسيدنا ادم الا واحد بس كان اسمه ابليس. ابليس رفض انه يسجد لسيدنا ادم وعصى اوامر ربنا، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى طرده من الجنه وغضب عليه جدا ومسخ الصوره الوحشه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وهنا ابليس تحدى ربنا وقال له ان هو هيغوي كل البشر، مش هيسيب اي حد الا وهيخليه يضل ويعصي. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، اسكنوا في الجنه وعيشوا فيها وكلوا من كل اللي نفسكم فيه ما عدا شجره واحده بس ما تقربولهاش. وزي ما قلنا ان دي كانت فرصه ابليس ان هو يغوي ادم وحواء ان هم ياكلوا من الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عنها. وفعلا ده اللي حصل، سيدنا ادم وستنا حواء كلوا من الشجره وربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم واهبطهم واسكنهم في الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم على صورته وطوله 60 ذراعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلقوش جسمه صغير وبعد كده كبر، لا ربنا سبحانه وتعالى خلقه على طوله الحقيقي اللي هو 60 ذراع، والذراع حوالي 46 سم، يعني طوله تقريبا كان 28 متر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طوله 60 ذراعا، فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا بإذن الله لما نخش الجنة ربنا يوعدنا وإياكم هيكون طولنا زي طول سيدنا آدم عليه السلام. فيقال والله أعلم إن الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليها كانت الصورة الأكمل أو الأمثل للإنسان، ومن بعدها حجم الانسان او طول الانسان بدا يقل لحد ما وصل للاطوال اللي احنا نعرفها دلوقتي اللي هي متوسط تقريبا 170 او 180 سم. يقال والله اعلم ان سيدنا ادم عاش في الجنه 43 سنه واربع شهور قبل ما يعصي ربنا وياكل من الشجره وربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه ويهبطه في الارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناه ابو العباس شو، القناه اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقه وممتعه جدا، فيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة. فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو ده أول فيديو تشوفه ليا انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك كتير يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. يقال والله اعلم ان لما ربنا سبحانه وتعالى اهبط ادم وحواء في الارض ما كانوش جنب بعض، كل واحد فيهم نزل في حته. ويقال والله اعلم ان سيدنا ادم نزل في الهند. بعد كده سيدنا ادم وحواء فضلوا يدوروا على بعض في الارض لحد ما اتقابلوا على جبل عرفات، وعشان كده الجبل اتسمى عرفات عشان هم عرفوا بعض عليه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اهبط سيدنا ادم في الارض او حاله بمكان الحرم او حاله بالمكان اللي هيبني فيه الكعبه، ومكان الكعبه ده موجود بمحاذاه الكعبه اللي موجوده في السماء. الكعبه اللي موجوده في السماء دي اسمها البيت المعمور، والبيت المعمور اللي موجود في السماء ده بيطوف بيه كل يوم 70,000 ملك، وال70,000 اللي بيخشوا ما بيخشوش تاني ابدا. فكل يوم بيخش 70,000 ملك يطوفوا بالبيت المعمور اللي موجود في السماء وما بيخشوش تاني ابدا. فتخيلوا معايا عدد الملائكه قد ايه لما كل يوم بيخش 70,000 ملك للبيت المعمور من اول ما ربنا خلق الملائكه لحد قيام الساعه. ربنا سبحانه وتعالى ارسل ملك لسيدنا ادم عشان يعرفه المكان اللي هيبني فيه الكعبه، وكمان عشان يعلمه المناسك والطواف. يقال والله اعلم ان كل خطوه سيدنا ادم خطاها على الارض اصبحت بعد كده قريه او مدينه. يقال والله اعلم ان اول طعام سيدنا ادم كان منه في الارض كان عباره عن حبات او بذور من الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاه ان هو ياكل منها في الجنه. فسيدنا جبريل نزل بسبع حبات من الشجره دي واداهم لسيدنا ادم. سيدنا ادم ساله هم ايه دول؟ قال له دول حبات من الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها. فسيدنا ادم قال له اعمل بيهم ايه؟ سيدنا جبريل قال له انشرهم وازرعهم في الارض. فيقال والله اعلم ان كل حبايه من السبعه دول طلعت اكتر من 100,000 حبه. بعد ما سيدنا ادم زرع الحبوب دي حصدها وطحنها وعجنها وخبزها، بعد كده كل منها. فاول طعام سيدنا ادم قدر ياكله بعد تعب وجهد كبير وعظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فربنا سبحانه وتعالى كان بيحذر سيدنا آدم من اتباعه لإبليس هيتسبب في خروجه من الجنة وشقائه وتعبه، وده فعلا اللي حصل معاه في أول محاولاته لصنع الأكل على الأرض. سيدنا آدم قدر يصنع الأكل بعد تعب ومجهود وشقاء كبير جدا. يقال كمان والله أعلم إن أول لبس لبسوه على الأرض كان مصنوع من الصوف. الصوف ده سيدنا آدم خده من الخرفان وبعد كده غزله وصنع منه لبس ليه ولستنا حواء. ربنا سبحانه وتعالى خلق ستنا حواء الرحم بتاعها مقسوم نصين، وكانت بتخلف كل سنة توأم، كانت بتخلف كل سنة ذكر وأنثى. وعشان ذرية سيدنا آدم تكبر وتزيد وينتشروا في الأرض
ربنا سبحانه وتعالى شرع لابناء سيدنا ادم ان هم يتجوزوا بعض، بس بشرط واحد، ان الاخ ما يتجوزش اخته التوأم اللي كانت معاه في نفس البطن، وبالتالي حلال للولد من البطن الاولى ان هو يتجوز البنت من البطن الثانيه، او الولد من البطن الثانيه ان هو يتجوز البنت من البطن الاولى، لكن حرام ان ولد وبنت من بطن واحده ان هم يتجوزوا بعض. ودي كانت شريعه بني ادم في الزواج اللي ربنا سبحانه وتعالى احلها لهم. يقال والله اعلم ان حواء ولدت لسيدنا ادم 40 ذكر وانثى في 20 بطن. وطبعا اشهر اولاد سيدنا ادم هم قابيل وهابيل. قصة قابيل وهابيل واحدة من القصص المشهورة والمعروفة جدا، معظمنا يعرف القصة لكن قليل اللي يعرف الأحداث أو التفاصيل بتاعتها. ورد في ذكر قابيل 4 أسماء: قابيل وقاين وقائن وقائين، فالله أعلم باسمه الحقيقي، لكن خلينا نكمل على الاسم المشهور اللي هو قابيل. يقال والله أعلم إن حواء حملت في قابيل وأخته وهي عايشة في الجنة، وبعد كده لما هبطت في الارض حملت بهابيل واخته. ويقال كمان ان اخت قابيل كانت اجمل من اخت هابيل. ولما جه وقت الزواج سيدنا ادم امر هابيل ان هو يتجوز اخت قابيل، وقابيل يتجوز اخت هابيل. هابيل سلم ورضي باوامر سيدنا ادم، لكن قابيل رفض. قابيل كان عايز يتجوز اخته اللي هي توأمته من نفس البطن. قابيل ساعتها قال ان هو واخته مولودين في الجنه، يعني افضل من هابيل واخته اللي هم موجودين في الارض. او يقال ان قابيل كان عايز يتجوز اخته لان هي كانت اجمل من اخت هابيل، والله اعلم. وزي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كان محرم من الاخ والاخت من بطن واحده ان هم يتجوزوا بعض، فسيدنا ادم رفض طلب قابيل ان هو يتجوز اخته. لكن مع اصرار قابيل ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا ادم ان هم الاثنين يقدموا قربان، قابيل وهابيل يقدموا قربان لربنا، واللي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل القربان بتاعه هو اللي يتجوز اخت قابيل. وفي الوقت ده كان علامه قبول القربان نزول نار من السماء تاخد القربان ده. ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني اسرائيل ان هم قالوا: الذين قالوا ان الله عاهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. وهنا بني اسرائيل بيدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ان هم ما يقبلوش باي رسول، ما يؤمنوش باي رسول الا لو قدم قربان، وربنا سبحانه وتعالى ارسل نار وخدت القربان دي. فنزول نار من السماء لقبول القربان كانت حاجه معروفه جدا للامم السابقه. هابيل كان راعي غنم وقابيل كان مزارع. هابيل راح للغنم بتوعه ونقى افضل كبش عنده، افضل واكبر واسمن خروف عنده عشان يقدمه قربان لربنا سبحانه وتعالى. والعكس تماما حصل مع قابيل. قابيل راح عند الزرع بتاعه ونقى اسوأ انواع الزرع، اسوأ انواع الحشائش والخضار والفاكهه عشان يقدموا قربان لربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد فيهم حط القربان بتاعه على صخره. وفي الوقت ده نزلت نار عظيمه جدا من السماء وخدت الكبش اللي قدمه هابيل لربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى اتقبل القربان بتاع هابيل وما تقبلش القربان بتاع قابيل. وهنا قابيل اتولد في قلبه الحقد والغيره والحسد، وقال لهابيل: انا هقتلك. هابيل قال له: انما يتقبل الله من المتقين، انا اتقيت ربنا وحطيت افضل حاجه عندي، حطيت افضل كبش من الكباش اللي عندي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الكبش بتاعي وما تقبلش الزرع بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقال والله أعلم إن هابيل كان أقوى من قابيل، يعني كان يقدر يدافع عنه ويصد أخوه يقتله، لكنه رفض إنه يدافع عن نفسه ويشيل الاسم والذنب العظيم ده. كان خايف من عقاب ربنا ومن النار اللي هتبقى مستنياه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فلما قابيل قتل هابيل خسر كل حاجة، خسر دنياه وخسر آخرته وخسر أخوه وخسر أبوه وخسر كل عيلته. السبب الرئيسي اللي خلى قابيل يقتل هابيل هو الحسد، هو الحسد والغيرة والحقد. لما ربنا سبحانه وتعالى قبل القربان من هابيل، قابيل قال لهابيل: أنا هقتلك. ودي حاجة غريبة جدا لأن هابيل ملوش أي ذنب. هابيل قدم قربان زي ما قابيل قدم قربان، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتقبل القرابين. مشكلة قابيل كانت مع ربنا مش مع هابيل، فليه عاقب أخوه يقتله وهو أصلا ملوش ذنب؟ والقصة دي بتفكرنا بقصة سيدنا يوسف مع إخواته. إخوات سيدنا يوسف قالوا: ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. طب يوسف اصلا ملوش اي ذنب، يعني كان المفروض يقولوا ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا ابانا، لان هو اللي ظلمكم وهو اللي انتوا بتشكوا منه اصلا، انما يوسف ملوش اي ذنب. فده يبين ان سبب قتل قابيل لهابيل هو الحسد والغيره، الحسد اللي كان سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب على ابليس، لان ابليس رفض انه يسجد لسيدنا ادم عليه السلام وقال ان هو احسن منه وافضل منه، وان ربنا سبحانه وتعالى خلقه من نار ما خلقوش من طين زي ادم. فالحسد اللي كان في قلب ابليس هو اللي منعه من السجود لادم، والحسد اللي كان في قلب اخوات سيدنا يوسف هو اللي خلاهم يرموه في البير، والحسد اللي كان في قلب قابيل هو اللي خلاه يقتل اخوه. والحسد ده برضه هو كان السبب ان اليهود يرفضوا ان هم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى اختار شخص من العرب وما اختارهوش من اليهود. ده غير كمان ان الحسد ده كان هو السبب الرئيسي ان المشركين من اهل مكه يرفضوا يامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورد ان ابو جهل اتسال: هل انت بتؤمن برساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو جهل رد عليهم وقال لهم: انا عارف ان هو نبي لكن انا مش هامن بيه. ابو جهل بيقول: كنا احنا وعبد مناف احنا الاثنين متساويين زي بعض، كنا احنا الاثنين بنتسابق مين فينا افضل من الثاني.
كانوا بيطعموا كنا بنطعم، كانوا بيكرموا كنا بنكرم، كانوا بيدفعوا كنا بندفع، لحد ما عبد مناف قالوا ان هم خرج منهم رسول، فهم يخرج منهم رسول وما يخرجش منا، فاحنا والله مش هنؤمن بالرسول ده. فاللي خلى ابو جهل والمشركين يرفضوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هي الحقد والحسد والغيره. يقال ان بعد ما قابيل قتل هابيل فضل شايل جثته فتره طويله جدا، بعض العلماء بيقولوا ان هي وصلت لسنه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. فالعلماء بيقولوا ان معنى السوءه ان الجثه وصلت لمرحله العفن وريحتها طلعت، فقابيل فضل شايل اخوه ومش عارف يعمل فيه ايه اصلا، كان خايف يرجع لسيدنا ادم عليه السلام لانه عارف ان هو هيغضب عليه. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بعث غرابين يتقاتلوا ويتحاربوا مع بعض، واحد منهم قتل التاني ووقع على الارض، وبعد كده الغراب التاني نزل وحفر في الارض ودفن الغراب اللي مات. قابيل حزن على نفسه وندم جدا، قال: يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. بعد كده قابيل حفر في الارض ودفن اخوه، ورجع خد اخته اللي هي كانت توأمه من نفس البطن وهرب بيها وبعد عن ذريه سيدنا ادم عليه السلام. يقال والله اعلم ان هابيل لما مات كان عنده 20 سنه. سيدنا ادم لما عرف ان قابيل قتل هابيل غضب من قابيل جدا، ودعا عليه ان هو ما يشوفش اي امان في الارض بعد كده. ويقال والله اعلم ان كان كل ذريه سيدنا ادم لما بيشوفوا قابيل بيحدفوا عليه طوب. احنا كلنا عارفين قصة الذبيح سيدنا اسماعيل عليه السلام. سيدنا ابراهيم عليه السلام شاف في المنام ان هو بيذبح ابنه اسماعيل، ومعنى ان هو يشوف في المنام ان هو بيعمل اي حاجة يبقى ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا ابراهيم راح لسيدنا اسماعيل وقال له: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، انا ربنا سبحانه وتعالى اوحى لي ان انا هذبحك، فانت شايف ايه؟ سيدنا اسماعيل رد عليه وقال له: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل اسلموا واذعنوا بامر ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا ابراهيم مسك السكينه وسنها وكان خلاص هيذبح سيدنا اسماعيل، ربنا سبحانه وتعالى انزل كبش من السماء فداء لسيدنا اسماعيل عليه السلام. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان الكبش ده هو نفس الكبش اللي هابيل قدمه قربان لربنا سبحانه وتعالى. فجاء صاحب الغنم بكبش اعين اقرن ابيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام، فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. بعد موت هابيل ب5 سنين ربنا سبحانه وتعالى من على سيدنا آدم وأنعم عليه بطفل جديد. الطفل ده كان اسمه شيس، وشيس معناها هبة الله. فربنا سبحانه وتعالى وهب لسيدنا آدم طفل جديد، وكمان أوحى ليه للنبوة من بعد سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم علم شيس كل العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه له، ويقال كمان إن نزل على سيدنا شيس 50 صحيفة. احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق سيدنا ادم مسح على ظهره وخرج من ظهره كل ذريه سيدنا ادم. كل البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم من اول سيدنا ادم لحد يوم القيامه خرجوا قدام سيدنا ادم في مشهد عظيم جدا. وقال والله اعلم ان كل البشر كان في بين عينيهم نور. سيدنا ادم شاف واحد من ذريته دول وعجبه النور اللي بين عينيه، فسأل ربنا: هو مين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له: ده ابنك داوود. سيدنا ادم سأل ربنا: هو عمره كام سنه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له ان عمر سيدنا داوود 60 سنه. ربنا سبحانه وتعالى كان كاتب ان عمر سيدنا ادم 1000 سنه، فسيدنا ادم طلب من ربنا ان هو ياخد من عمره 40 سنه ويديهم لسيدنا داوود عشان سيدنا داوود يبقى عنده 100 سنه. فربنا سبحانه وتعالى وافق وكتب عمر سيدنا ادم 960 سنه وعمر سيدنا داوود 100 سنه. بعد ما خلصت ال 960 سنه ملك الموت راح لسيدنا ادم عشان يقبض روحه. سيدنا ادم لما شاف ملك الموت قال له: انت جيت بدري، انا لسه فاضل في عمري 40 سنه، انا ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي 1000 سنه. ملك الموت رد عليه وقال له: انت اديت لسيدنا داوود 40 سنه، فانت عمرك بقى 960 سنه زي ما انت طلبت. سيدنا ادم كان نسي ان هو ادى لسيدنا داوود 40 سنه وقال لملك الموت: لا انا ما اديتش لحد حاجه. ملك الموت رجع وحكى لربنا اللي حصل مع سيدنا ادم، فربنا سبحانه وتعالى كمل لسيدنا ادم ال1000 سنه وفضل عمر سيدنا داوود 100 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فجحد وجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته. بعد ما عدت ال1000 سنة سيدنا آدم حس إن خلاص ده وقت موته، فجاب سيدنا شيس عليه السلام وبدأ يعلمه كل حاجة، علمه كل العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها له، علمه ساعات الليل والنهار وعلمه ازاي يعبد ربنا وازاي يطيعه، وكمان عرفه ان في وقت من الاوقات هيحصل طوفان، الطوفان اللي هيحصل في عهد سيدنا نوح عليه السلام واللي هيغرق كل الارض، هيموت كل الكفار اللي على الارض في الوقت ده. وجي وقت موت سيدنا آدم عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملائكه ومعاهم الكفن اللي هيكفنوا بيه سيدنا ادم عليه السلام. ولما وصلوا عند سيدنا ادم عليه السلام حواء شافتهم وكانت عارفه ان كده خلاص هم جايين يقبضوا روح سيدنا ادم عليه السلام، كانت بتحاول تمنعهم وتصدهم ان هم يخشوا لسيدنا ادم عليه السلام. سيدنا ادم عليه السلام قال لحواء: خلي بيني وبين رسل ربي، وهو كان خلاص مسلم وعارف ان دي نهايته. وفعلا الملائكه قبضوا روح سيدنا ادم عليه السلام وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وكمان علموا سيدنا شيس عليه السلام وكل ذريه سيدنا ادم ان دي هتكون سنه ربنا في الارض للميت، اي حد هيموت بعد كده هتكفنوه وتصلوا عليه وتدفنوه. يقال ان حواء توفت بعد موت سيدنا ادم بسنه واحده، واولادها كفنوها وصلوا عليها ودفنوها. يقال والله اعلم ان سيدنا ادم اتدفن في نفس المكان اللي نزل فيه على الارض،
اتدفن في الهند، ويقال ان هو اتدفن في مكة في جبل اسمه ابو قبيس. ويقال كمان ان بعد الطوفان اللي حصل في عهد سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح خد جسد سيدنا ادم وحواء ودفنهم في بيت المقدس، والله اعلم هم مدفونين فين. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن حياة سيدنا ادم على الارض واولاده وذريته اللي جم من بعده، واتكلمنا عن قصه قابيل وهابيل وايه السبب اللي خلى قابيل يقتل هابيل، واتكلمنا كمان عن سيدنا شيس عليه السلام ابن سيدنا ادم، واللي كان اول الانبياء اللي جم من بعد سيدنا ادم عليه السلام من ذريته. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنكمل القصه والاحداث، وهنتكلم عن حياه سيدنا شيس عليه السلام وابنائه واحفاده من بعده. فيا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.